الموضوع اللي حضرتك بتتكلم تقصد قرار الانسحاب او الاعتذار نادي الزمالك عن مباراه السوبر، صحيح؟ ايوه. هو لو في زعل من ناحيه جماهير الزمالك الموجوده داخل دوله مصر العربيه، فهي ان هي مش هتشوف نادي الزمالك، مش هتشوف فرقتها اللي هي بتحبها. لكن لو جينا للحقيقه، جمهور نادي الزمالك العاشق للكيان بيدعم قرار مجلس الاداره قلبا وقالبا، وشايف ان ده القرار الصح، ويمكن ده يعني من ضمن القرارات النادره او الاولى كمان ان جمهور الزمالك كله بيقف يعني ورا مجلس اداره الزمالك بدون اي اختلاف. تمام. طب السؤال المهم جدا، كم تذكره اتباعت لجماهير نادي الزمالك؟ والتذاكر دي هيتعمل فيها ايه؟ وانت طبعا رئيس الرابطه فاكيد ملم بهذه الاشياء كلها. التذاكر دي هترجع ولا تخشوا تشجعوا بيراميدز مثلا تتفرجوا على الماتش ولا ايه اللي هيحصل؟ تمام. انا هجاوب حضرتك على السؤالين، هم يعتبروا سؤالين دلوقتي. بالنسبه للسؤال الشق الاولاني اللي هو هل التذاكر هترجع ولا لا؟ بالنسبه طبقا للقانون المطبق في دوله الامارات وطبقا لحمايه المستهلك، طالما ان الجمهور هو اللي ما طلبش انه يكنسل التيكت بتاعه او رافض ان هو يحضر المباراه، فمن حقه ان هو ان شاء الله ترجع له تذكره. وبالفعل تم التواصل مع شركه بلاتينيوم اللي هي خاصه بتوزيع التذاكر. تمام. الرد اللي جالهم من اللي احنا وصلنا منهم ان هو ان انتظروا شويه، لغايه الان ما فيش اي تاكيد رسمي من نادي الزمالك على الاعتذار. لو كان الشركه عندها النيه لعدم الاسترجاع كانت ردت قالت ان هو غير متاح استرجاع ثمن التذكره. يعني بالنسبه لده اتفضل. يعني كل الجماهير هترجع التذاكر ولا عندك معلومه ان في ناس هتحضر المباراه؟ تمام. المعلومه اللي عندي الاكيده ان جمهور نادي الزمالك بالكامل، واللي انا اعتبر واحد منهم، تمام، مش هيحضر اي مباراه داخل الامارات ما يكونش الزمالك طرف فيها. جمهور نادي الزمالك هو فقط مشجع وعاشق لنادي الزمالك فقط لا غير، وده كلام مش كلام شعارات عشان بكلم حضرتك مثلا. الموضوع بسيط. او الناس جمهور النادي الاهلي هيملى الاستاد. لا مش هيشتري التذاكر. لا هيشتري التذاكر. هيلحق. مش من حقه غير النص. وجود النادي الاهلي او الموضوع بسيط، انا ما تطرقتش للنادي الاهلي او جماهيره. لا خالص، احنا بنتكلم هنا. لا احنا بنتكلم في حاجه ثانيه، ان هل جمهور النادي الاهلي يلحق يشتري الحصه؟ لا مش يلحق. هل من حقه مش في حصه في التذاكر؟ طبعا في حصه للنادي وحصه للنادي. لو النادي بيراميدز ما حصلش على الحصه بتاعته، من حق النادي الاهلي في حاله عدم حصول بيراميدز على او ان هم مش عايزين النسبه بتاعتهم، ساعتها من حق النادي الاهلي. الملعب هيتملي بجماهير النادي الاهلي.